منتخب مصر بقيله 3 نقط ويصعد للمرة الرابعة على التوالي، او مش على التوالي، للمرة الرابعة في تاريخه لكأس العالم بعد اداء جيد جدا. وهنا هربط بين منتخب مصر وبين الاهلي. ده اكبر دليل، ماتش النهارده بيقول لك ان ده اكبر دليل ان الاهلي محتاج مدرب. الاهلي كان محتاج مدرب، سكواد الاهلي محتاج مدرب، لان معظم اللعيبه النهارده اللي بتلعب في المباراه معظمها لعيبه الاهلي من حراسه المرمى لخط الهجوم، وبدليل ان الشوط الاولاني الخطوره كلها من ناحيه تريزيجيه وزيزو اللي هم لاعيبه النادي وينجات النادي الاهلي. عجبنا قوي برضو طريقه كابتن حسام حسن. حسام حسن بالمناسبه انا بشوفه ان هو مدرب متوسط، انا ما بشوفوش مدرب جيد جدا او ممتاز، لا انا بشوفه مدرب فنياته او التكتيك بتاعه متوسط. بس هو النهارده عمل حاجه عجبتني قوي، ان هو بيلعب ب3 مدافعين، بيلعب برامي ربيعه وخالد صبحي كان فاتح الملعب، فاتح الوينجات المدافعين فاتحين الملعب، وبيسقط في نصهم حمدي فتحي، لان مطير الباكات محمد هاني ومحمد حمدي كان مطيرهم مع زيزو وتريزيجيه. فانت عامل ضغط على فرقه اثيوبيا، فهم مش عارفين يطلعوا بالكوره، هم عاملين زحمه في ال18 بس هم مش عارفين يطلعوا بالكوره. الشغل ده عجبني قوي الشوط الاولاني من كابتن حسام حسن، بدليل ان انت قدرت تغلطهم في ال18 وتجيب ضربتين جزاء عن طريق زيزو وتريزيجيه. ده انا حبيت اربط شويه كده بين الاهلي والمنتخب، لان الاهلي انت بتتكلم في تقريبا في نفس السكواد، فانت محتاج مدرب كويس يستغل اللعيبه ديت زي تريزيجيه وزيزو ومحمد هاني، ومن عندك من تحت كان محمد الشناوي بيبدا كوره كويس. فانت محتاج مدرب، انت محتاج مدرب هتطلع كوره حلوه من اللعيبه ديت. فان شاء الله المنتخب دي كلمه بسيطه كده، ان شاء الله المنتخب يكسب ماتش بوركينا ويصعد ان شاء الله لكاس العالم ويفرح الشعب المصري كله.